السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كورة فانس. إذا لا حديث في الشارع المغربي وفي الشارع التونسي إلا على لقاء القمة المرتقب الذي سيجمع بين الترجي التونسي الذي سيستقبل الوداد الرياضي يوم غد إن شاء الله برسم إياب نصف النهائي كأس السوبر ليج الإفريقي. لقاء الذهاب كيف ما كنعرفوا انتهى لصالح الوداد الرياضي بهدف لصفر. نصف النهائي الآخر عن هذا المسابقة سيجمع بين الأهلي المصري الذي سيستقبل ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي. لقاء الذهاب انتهى لصالح سان داونز بهدف لصفر. في حلقة ديال اليوم سأتحدث على هذين اللقاءين، ويكون عندي تركيز على لقاء القمة الذي سيجمع بين الوداد والترجي، بحكم على أنها قمة مغاربية. دائما اللقاءات بين الوداد والترجي لقاءات الفرجة كتكون فيها مضمونة، الحماس، التشويق، الإثارة، ولقاءات أيضا كيكون من الصعب توقع النتيجة ديالها. ايضا غنركز على هذا اللقاء بحكم على انه يخص ممثل كره القدم المغربيه الوداد الرياضي، اللي نتمناو له التوفيق. كمغربي اكيد على انني كنتمنى على ان فريق الوداد الرياضي يجيب تاهل من تونس، كيف ما الاخوه التونسيين حتى هما كيتمناو على ان الفريق ديالهم يكون هو الطرف المتاهل للمقابله النهائيه. الشيء الاكيد على ان هذه المقابله غادي تلعب على جزئيات بسيطه وجزئيات صغيره. الفريق اللي غادي يكون حاضر من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه البدنيه، خصوصا الناحيه البدنيه، لان الفرق ما كانش عندهم وقت كثير باش يرتاحوا من بعد المقابله ديال الذهاب، وهذه المساله اكيد غتفرض على اللاعبين واحد المجهود مضاعف في المقابله ديال الاياب. هذا الشيء اللي خلاني نقول على ان الفريق اللي غادي يكون حاضر من الناحيه البدنيه والفريق اللي غيكون عنده خيارات اكثر في بنك الاحتياط هو المرشح للتأهل. نزيد عليها مسألة أخرى، الفريق الذي سيستغل أنصاف الفرص، لأن مثل هذه اللقاءات يمكن تجيك فرصة ولا جوج ديال الفرص، إلا سجلتيهم وعرفتي تتعامل معاهم ستمر باللقاء لبر الأمان. أول شيء قبل ما نبدأ التحليل ديالي، كنتمنى من كل قلبي على أن هذا اللقاء يتلعب في كنف الروح الرياضية. مجرد لقاء ديال كرة القدم نتمنى على انه ينتهي مع الصافره النهائيه للحكم. نتمنى على ان الفريقين يمتعونا كجمهور بمقابله تليق بالوداد والترجي، كيف ما تفرجنا في لقاء ديال الذهاب وتمتعنا بالمستوى وتمتعنا ايضا بالحضور الجماهيري الكبير. نتمنى على ان نفس الشيء يكون في تونس، نتمتعوا باللقاء، نتمتعوا باجواء جماهيريه كبيره، والفريقين يقدموا لنا واحد الطابق كروي جميل. غيكون عندي ايضا في الحلقه ديال اليوم توقع لنتيجه اللقاء، سواء الوداد ولا الترجي والاهلي وصن داونز، انطلاقا من وجهه نظري الشخصيه. التوقع ديالي في مقابله ديال الذهاب كان صحيح، توقعت على ان الوداد غيربح الترجي بهدف لصفر، وهذا ما حصل. غنشوفوا اليوم واش التوقع ديالي غيكون صحيح. ايضا في مقابله ديال الذهاب توقعت على ان سان داونز سينتصر على الاهلي. ودائما في المساله ديال التوقعات، التوقع لا يكون اعتباطي، تتبني التوقع ديالك على حاله الفريق، على الامكانيات ديال اللاعبين، على مدى تاقلم هذا الفريق مع الظروف الافريقيه. وكنا تنعرفوا على ان الوداد مولف على انه يلعب في الاجواء الافريقيه. اغلبيه ديال اللاعبين ديال الوداد عندهم الخبره، عندهم التجربه، عندهم الكاريزما، عندهم الحضور، متعودين على انهم يلعبوا تحت الضغط، ومتعودين ايضا يلعبوا على امام جماهير غفيره. الوداد يعني كل موسم تيكون من مرشحين الاوائل ومن المنافسين على دوري ابطال افريقيا. يعني شفنا الموسم السابق، دائما تركز على هذه المساله. الموسم السابق الوداد الرياضي في نصف النهائي امام ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي تمكن من تحقيق التاهل من جنوب افريقيا، وهذه المساله ليست بالسهله. كنا كنشوفوا على ان نسبه كبيره من الفرق اللي تتواجه ماميلودي سان داونز في جنوب افريقيا تتلقى مشاكل. نذكركم بالاهلي اللي خسر باللي في لقاء الذهاب بهدف لصفر، وايضا في سنوات سابقه الاهلي خسر بنتائج كبيره امام ماميلودي سان داونز. علاش نقول هذه الهضره؟ باش نوصل لكم واحد الرساله على ان الوداد
الى لعب بالشخصيه ديالو وبالكاريزما ديالو وبالدي ان اي ديالو، قاد على انه يمشي لتونس ويجيب نتيجه ايجابيه. الا كانت تعادل، يعني التعادل في مصلحه الوداد، اكيد على ان التعادل يصب في مصلحه الوداد. حتى الوداد الا خسر لا قدر الله ب2-1 ولا ب3-2 ولا ب4-3، الوداد سيتاهل بحكم الافضليه ديال الاهداف خارج الميدان. مفتاح التاهل ديال الوداد للمقابله النهائيه هو يسجل خارج الميدان. الوداد سيكون مطالب بتسجيل الأهداف، كيف ما الترجي مفروض عليه على أنه يسجل، والترجي لن يظهر في مقابلة يوم غد بنفس المستوى اللي شفناه في مقابلة ديال الذهاب. الترجي غيدخل المقابلة ديال الغد وغيحاول على أنه يفرض الإيقاع ديالو والريتم ديالو. الترجي في مقابلة ديال الذهاب كان متحفظ كثيرا، يعني كان متحفظ حتى تماركا عليه الهدف. لما سجلت الوداد ايضا شويه تراجع. ترجي شفنا على انه بدا تيخرج وخلق بعض الفرص، كان قريب في بعض المرات من تسجيل هدف، وايضا الوداد كان بامكانه على انه يسجل الهدف الثاني لولا القائم اللي حرم الوداد من هدف حقيقي للاعب الشرقي البحري، ولولا ايضا رعونه، ما غنقولش رعونه، ولكن لولا تضييع بعض الفرص الحقيقيه. الوداد خصو يكون مستعد على ان لقاء غيكون فيه ضغط كبير. الترجي غيدخل غيحاول يفرض الايقاع ديالو الريتم ديالو. الترجي اكيد غيحاول على انه يسجل هدف في الدقائق الاولى ولا في الشوط الاول باش يسهل عليه المهمه. الوداد الشيء الاكيد على انه غيمشي لتونس باش يسجل. الا سجل الوداد هدف، الترجي سيكون مطالب بتسجيل 3 ديال الاهداف اذا ما اراد التاهل. هادشي اللي خلاني نقول على ان الوداد سيكون مطالب بتسجيل الأهداف في ملعب رادس. سيكون من الخطأ على أن الوداد يمشي ويدافع على الهدف اللي سجله في مدينة الدار البيضاء. نعودها مرة أخرى، سيكون من الخطأ على أن الوداد يمشي الملعب رادس ويدافع على الهدف اللي سجله في مدينة الدار البيضاء. أنا ما تنقولش على أن الوداد يمشي الرادس ويفتح الخطوط ديالو، لا، الوداد مطالب باش يلعب بطريقه متوازنه ويستغل الاسلحه اللي عنده. يعني الوداد نقاط القوه كنا كنعرفوا الاظهره العملود وعطيه الله تشكلوا 50% من قوه الوداد، وشفنا المشاكل اللي خلقوها هذين اللاعبين لدفاع الترجي في مقابله ديال الذهاب. ولكن حذاري، ما بغيناش العملود وعطيه الله يطلعوا ويخليو الدفاع. الترجي عنده اسلحه، عنده مثلا اللاعب بوغرا اللي قدم مستوى محترم في مقابله ديال الذهاب، وشفتوا ايضا في اللقاء ديال مازيمبي كان من افضل اللاعبين. وما خصناش نساو على ان بالرغم على ان اللاعبين ديال الترجي لاعبين شباب والاغلبيه ديالهم يفتقدون للخبره والتجربه باستثناء واحد 3 ولا 4 ديال العناصر، ولكن لاعبين عندهم كاريزما وعندهم شخصيه. الا ما كانش عندهم الكاريزما والشخصيه راه ما يتجاوزوش مازيمبي. خسروا في الالي بواحد وربحوا الروتور بثلاثيه نظيفه عن جداره واستحقاق. الوداد خصو ياخذ اللقاء بمحمل الجد. الوداد خصو يلعب بالطريقه ديالو بالريتم ديالو بنفس النسق وما يركنش للدفاع، لان الوداد دائما لما تيلعب كونتر الشخصيه ديالو تيعاني. وشفنا هذه المساله في اخر 20 ولا 25 دقيقه في مقابله ديال الذهاب. الوداد لما تراجع شويه للوراء ترجي خلق بعض الفرص الحقيقيه وكان بامكانه على انه يسجل. اول شيء الوداد في مقابله ديال الاياب خصو يحاول على انه اول 15 ولا 20 دقيقه يخرج اللقاء لبر الامان، ما يستقبلش هدف. غيكون واحد الضغط كبير من طرف الجماهير، غيكون ايضا واحد الضغط كبير من طرف اللاعبين ديال الوداد متعودين على انهم يلعبوا في هذه الاجواء. واكيد على ان افضل سيناريو يمكن له يحصل هو انه الوداد يسجل هدف ديال التقدم، ولا الوداد
عموما يسجل هدف، المأمورية ستزداد صعوبة على الترجي التونسي. يمكن يكون بعض التغييرات في تشكيلة الوداد مقارنة مع لقاء ديال الذهاب. في الدفاع ما غاديش يكون تغيير، حارس المطيع، ثنائية ديال حركاس ولاعب ابو الفتح. يعني حركاس صراحه لغايه الان من الصفقات الناجحه لفريق الوداد، وشفنا المستوى الكبير اللي قدموه في المقابله ديال الذهاب. العملود، عطيه الله، وسط الميدان جوج ديال اللاعبين ما تيتقاسوش ايضا، لاعب جبران، تيرمومتر، الكابيتانو، العمود الفقري في تشكيله الوداد، عليه تيتبنى اللعب. ونزيدوا عليه ايضا اللاعب الدراوي، الصفقه اللي جابها الوداد، لاعب جزائري اللي صراحه لاعب تيقدم مستويات كبيره، واللاعب اللي ما تيتبدلش حتى هو. يعني هو وجبران دائما تيكونوا حاضرين في الوسط. التغيير اللي يمكن يكون تتبقى على حسب قناعه المدرب، واش المدرب غادي يبدا باحناش، ولا المدرب يمكن يدير تغيير. انا تنشوف على ان عادل رمزي مقتنع باحناش، وتنشوف على ان المدرب غيبقى ثابت على نفس التشكيله في الدفاع وسط الميدان. التغييرات اللي يمكن يكونوا بنسبه كبيره، ونجم ما غاديش يلعب المقابله ديال الاياب، ما غيلعبش رسمي، يمكن يلعب ولا ياخذ فرصه في الشوط الثاني على حسب نتيجه اللقاء. ولكن تنشوف على ان يمكن المدرب الا كان حمدو الهوني واجد بنسبه كبيره، حمدو الهوني هو اللي غادي يلعب رسمي. علاش حمدو الهوني لاعب سابق ديال الترجي، متعود على ان يلعب في الملعب ديال راديس، تعرف هذا الملعب عن ظهر قلب، تعرف الجماهير التونسيه. الا كان جاهز والا كان حاضر بدنيا غيعتمد عليه، الا ما كانش حاضر خصو يخليه كورقه رابحه في بنك الاحتياط ويدخلوا في الشوط الثاني على حسب الحاجه. كاين لاعب منتصر الحتيمي اللي تنظن على انه جاهز بنسبه كبيره لمقابله ديال الغد. في الهجوم يا اما الشرقي البحري يا اما سامبو. انا تنشوف على ان المدرب خصو يبدا بالشرقي البحري. مدافعين ديال الترجي كلهم مدافعين طوال وعندهم لياقه بدنيه، والشرقي البحري حتى هو طويل بزاف وتعرف يتعامل مع الكرات الهوائيه. وهذه الكرات يمكن تمنح ايضا الوداد هدف عن طريق احدى الكرات الثابته اذا ما اتيحت الفرصه. يعني سامبو حتى هو يبقى ورقه رابحه. وهذه اللقاءات راه ما خصكش ترمي بالاوراق ديالك كلها، خصك تخلي داك الجوكر اللي لا قدر الله احتاجيتيه تدخلو ويمكن يقلب لك نتيجه اللقاء. يعني نبغي نعرف الاراء ديالكم كجمهور، واش تظنوا على ان المدرب غيعتمد على الهوني ولا يدخل الحتيمي؟ وايضا فيما يخص راس الحربه، واش غيبدا بالشرقي البحري ولا جونيور سامبو؟ يعني كيف ما قلت الترجي التونسي ما غاديش يلعب بنفس الطريقه ديال الذهاب، اكيد على ان حتى هو ما غيفتحش الخطوط ديالو، ولكن غيكون هو الطرف اللي غادي يضغط وغيحاول على انه يسجل هدف مبكر باش يسهل عليه المأموريه. حنا نديروا جميع السيناريوهات، لا قدر الله وهادشي ما تنتمناوش، لا قدر الله تماركا بيت على الوداد راه حتى شي حاجه ما تحسمات، حتى لا ماركا الترجي هدف وهادشي ما تنتمناوش، راه النتيجه غتكون متعادله. الوداد الا سجل تعادل، الوداد الا سجل هدف، الترجي خصو يماركي 3. يعني لان اللاعبين خصهم يكونوا موجدين، اي سيناريو يمكن يوقع. وكيف ما قلت اللاعبين ديال الوداد عندهم الخبره والتجربه اللي كتخول لهم على انهم يتعاملوا مع هذا اللقاء بطريقه ذكيه جدا. التوقع ديالي يعني كيف ما قلت مثل هذه اللقاءات تيكون من الصعب توقع نتيجه اللقاء. التوقع ديالي شخصي تنظن على ان هذا اللقاء سينتهي بالتعادل الايجابي، هدف لمثله، والله اعلم. جبت التوقع صحيح في مقابله ديال الذهاب، غنشوفوا مقابله ديال الاياب واش غيكون التوقع ديالي صحيح ولا لا. اهم التوقع ديالي نبغي نعرف الاراء ديالكم والتوقعات ديالكم بكل تجرد على هذا اللقاء هذا، سواء كجماهير مغربيه وايضا كجماهير تونسيه. نمروا للقاء الثاني عن هذه المسابقه الذي سيجمع بين الاهلي الذي سيستقبل ماملودي سان داونز الجنوب افريقي. لقاء الذهاب انتهى لصالح هذا الاخير بهدف ل0، ونتيجه تنظن على انها ايجابيه للاهلي. علاش ايجابيه؟ لان الاهلي كان بامكانه على انه يخسر بجوج ولا 3 ديال الاهداف. الاهلي في لقاء ديال الذهاب اكتفى بالدفاع. ماملودي سان داونز لم يسرق الانتصار، كان هو الطرف الافضل، سيطر على اللقاء بالطول وبالعرض، خلق فرص كثيره،
لولا الشناوي، لولا العارضة، لولا رعونة أيضا بعض المهاجمين، كان بإمكان صن داونز على الأقل يخرج منتصر بجوج ولا 3 ديال الأهداف. ونقاط القوة المعروف بها ماميلودي صن داونز هو أن الفريق تيلعب بنفس الشخصية وبنفس الكاريزما سواء داخل ولا خارج الميدان. المقابلة غتكون صعيبة أكيد على أن الأهلي لن يظهر بنفس الشكل وبنفس المستوى اللي شفناه في المقابله ديال الذهاب. الاهلي غيدخل وغيكشر على الانياب ديالو وغيفرض الشخصيه ديالو وغيفرض الريتم ديالو وغيحاول على انه يسجل منذ الدقائق الاولى. كيف ما ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي مدرب الفريق صرح على انه سيلعب بنفس الطريقه وبنفس النهج في مقابله ديال الاياب. وما تنظنش على ان صن داونز يعني غادي يغامر بنفس الطريقه ديال الذهاب. صن داونز في سنوات سابقه بسبب السذاجه سواء في طريقه اللعب والاندفاع المبالغ به في بعض المرات كلفاته على انه يغادر المسابقه ديال دوري ابطال افريقيا. نتنظر على ان صن داونز مع المدرب ديالو استفاد من التجارب السابقه، غيحاول على انه يلعب على نقاط الضعف ديال الاهلي عنده مشاكل في الدفاع. الاهلي تقريبا في كل لقاء استقبل اهداف في هذه المسابقه، يعني امام سيمبا ذهابا وايابا، في مقابله ديال الذهاب امام ماملودي صن داونز جنوب افريقي. حتى الحارس الشناوي يعاني كثيرا خصوصا في التسديدات من خارج منطقه الجزاء. لقاء توادي تحكموا فيه جزئيات صغيره، لقاء لن يكون سهلا على الطرفين. وتنظن على ان ماملودي صن داونز الى لعب بطريقه ذكيه جدا والى استغل الاخطاء ديال الاهلي يمكن يحقق مفاجاه ويتاهل. الاهلي دائما معروف عليه على انه عنده داك الشخصيه وعنده الكاريزما في مثل هذه اللقاءات اللي تتخولوا على انه دائما يتاهل ويحقق نتائج ايجابيه. المشاكل ايضا اللي عند الاهلي مع اللاعب امام عاشور، كنا كنعرفوا على ان كاين مشاكل بين المدرب كولر وامام عاشور. دائما هذه المشاكل لما كتكون في بنك الاحتياط كتاثر على الفريق. والمساله ديال ان غياب عاشور ما لعبش لقاء الذهاب للاصابه مساله لم يستصيغها الجمهور. تنظن على ان كاين خلاف بين اللاعب والمدرب، وفي مثل هذه اللقاءات الا بغيتي تتاهل خصك تخلي الخلافات على جنب وخصك تسبق مصلحه الفريق هي الاولى. توقع نتيجه اللقاء يعني ايضا مثل هذه اللقاءات يكون من الصعب توقع النتيجه ديالها. تنظن على ان هذا اللقاء سينتهي بانتصار الاهلي بهدفين لهدف واحد، وماميلودي صن داونز هو الذي سيتأهل للمقابله النهائيه. يعني التوقع ديالي والله اعلم تنظر على ان الوداد وماميلودي صن داونز غادي يكونوا هما طرفي نهائي كاس السوبر ليغ الافريقيه. يعني كيف ما قلت تبقى هذه مجرد توقعات على الورق. لقاءات غادي تحسم داخل رقعه الملعب بالعزيمه وبالجرينتا وبالقتاليه. الفروق اللي غتكون حاضره من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه البدنيه وتستغل انصاف الفرص هي الفروق الاوفر حظا. نتمنى على ان اللقاءات ديال الاياب خصوصا اللقاء ديال الوداد والترجي كنا كنعرفوا مدى حده اللقاءات المغاربيه. نتمنى على ان هذا اللقاء يتلعب في كنف الروح الرياضيه. نتمنى على ان الفريقين يفرجونا ويمتعونا ويقدموا لنا طابق كروي جميل. كنعول على التعليقات ديالكم، خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات فيما يخص نتائج ديال اللقاءين، وايضا نبغي نعرف التوقعات ديالكم لطرفي المقابله النهائيه. وتنعول ايضا على الدعم ديالكم، ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش دائما يوصلكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كورة فانز. سلام الله عليكم.